عام 579 للهجرة، وعندما دخل صلاح الدين الأيوبي مدينة حلب، نظم القاضي محي الدين بن الزكي قصيدة قال فيها: وفتحكم حلب الشهباء في صفر مبشر بفتوح القدس في رجب. حلب المدينة التي يعلو صوت حجارتها ليحكي قصص حضارات مرت وجيوش عبرت وأمم تركت بصمتها منذ آلاف السنين. كانت حلب حاضرة العالم القديم ومركزا اقتصاديا ودينيا وعسكريا لا غنى عنه. موقعها الاستراتيجي جعلها عقدة طرق تربط بين الشرق والغرب والشمال والجنوب. وفي هذا المقطع سنبحر في تاريخ حلب الممتد عبر العصور، ونكشف عن أهميتها الدينية والاقتصادية والعسكرية، كما سأتحدث عن دخول المسلمين لها لتصبح إحدى أهم جواهر العالم الإسلامي. فهيا نبدأ. عندما تذكر حلب، أول ما يحضر في الأذهان أهمية حلب الاقتصادية، فهي عقدة التجارة العالمية منذ فجر التاريخ. فقد كانت حلب مركزا تجاريا عالميا، مثل ما نقول اليوم نيويورك أو شنغهاي أو دبي. حلب كانت هيك تماما. موقعها الجغرافي المميز جعلها على مفترق طرق يربط بين الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا الوسطى. هذا الموقع جعلها محطة رئيسية للقوافل التجارية التي تحمل الحرير والتوابل والمعادن الثمينة والبضائع الأخرى. الطريق التجاري الشهير الذي يربط الصين بأوروبا. وكان السوق الكبير في حلب من أكبر الأسواق في العالم، حيث امتلأت أزقته بالبضائع من كل حدب وصوب. ولكن ما انتهت الأمور عند هون، فعندما أصبحت حلب جزءا من العالم الإسلامي زادت أهميتها الاقتصادية. الحكام المسلمون أو الخلفاء المسلمين اهتموا بتطوير التجارة والبنية التحتية، مما جعلها مركزا صناعيا وتجاريا مزدهرا. كانت المدينة تعرف بجودة صناعتها، مثل الأقمشة والصابون والزيوت. نحن اليوم لما نفوت على المحلات أول شيء بندور عليه الصابون الحلبي، والتي كانت تصدر إلى مناطق بعيدة مثل الهند وأفريقيا وأوروبا. الأسواق القديمة والمعروف حاليا باسم السوق المسؤوف شريان حياة المدينة. سوق حلب الشهير الذي يعتبر أحد أقدم الأسواق المغطاة في العالم كان القلب النابض للمدينة. ولم يكن السوق مجرد مكان للتجارة أبدا، بل كان مكانا للقاء الثقافات وتبادل الأفكار بين الشرق والغرب. أما عن أهمية حلب دينيا، فقد دخل الإسلام إلى حلب في عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لتصبح واحدة من أهم المدن الإسلامية في الشام. كان للمسلمين دور كبير في بناء المساجد والمراكز الدينية التي تعكس عظمة الحضارة الإسلامية. وواحد من أهم الأمثلة على ذلك مسجد حلب الكبير، الذي كان يعتبر أحد